واعتقد ابو المنذر يقبل او اي واحد يقبل يعني. وعدالة الصحابة من القرآن الكريم ومن كلام النبي ومن كلام علي بن ابي طالب. بعد اذنك شيخنا ابو المنذر ارفع عنه بس ناخد رأيه كده في المسألة، نشوف كده يعني ايه رأيك. تأذن ابا المنذر، انت الذي نقضته، فهل تأذن لي ان ارفع عنه ويأذن لك؟ طيب. لا اصل هو دكتور وكده، واحنا برضو عايزين يعني نرحب بيه ونقوله بالراحة شوية، وبلاش اللهجة اللي هي ملهاش صنف اللازمة. احنا في حوار، احنا الاثنين يعني، وإنا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، وبالأدلة بقال الله وقال الرسول يعني. فانا بقول ان حضرتك انا قبلت تحديك بشرط ان يكون الكلام من القرآن ومن السنة ومن كلام علي بن ابي طالب، صح كده؟ وانت تأتيني بعكس ذلك من الكتاب ومن السنة ومن كلام علي بن ابي طالب، صح يا اخوة؟ صح يا اخوة كده؟ متهيألي في عدل يعني 100%. ممتاز. يبقى انا اتيك يا استاذ سيد من الكتاب ومن السنة ومن كلام علي بن ابي طالب ان الصحابة معدلين، تمام؟ وانت هتجيب لي برضو من الكتاب ومن السنة عكس هذا الكلام يعني. اتفضل ابو المنذر. يعني انا اعتذر ليك يعني. شوف انت حضرتك عايز الحوار يمشي ازاي، واهلا وسهلا بيه. السلام عليكم. هو لي يعني انا اقدمه. اتفضل يا دكتور سيد، المايك مع حضرتك. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. ممتاز أخي الكريم، بما أنك قبلت التحدي في هذا الحوار، لك ذلك إن شاء الله. موضوعنا عدالة الصحابة من القرآن ومن السنة ومن كلام الإمام علي عليه السلام كما تريد إن شاء الله. تفضل لك اللاقط. طيب هات لنا ما يخرم هذه العدالة من كتاب ومن السنة ومن كلام علي بن ابي طالب. تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أليس هكذا تورد الإبل أخي الكريم؟ أنتم أصحاب هذه النظرية عدالة الصحابة، أنت الآن مطالب بتعريفها وبإثبات الدليل عليها، ونحن مطالبون بنقضها، فالنقض لا يتقدم المفهوم. تفضل لك اللاقط الآن، عرف العدالة واذكر أدلتها ونحن ننقضها عليكم. تفضل لك اللاقط. حضرتك الذي طعنت في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تطالبنا نحن. فالأصل في الإسلام وفي الدين وفي القرآن عدالة أصحاب النبي، هذا هو الأصل من دون أدلة. أما إذا أردت الأدلة أن أسرد لك الأدلة، ثم بعد ذلك أو قبل ذلك حضرتك أنت المتحدي، وأنت تقول اسرد الأدلة وبعدين ننقضها. اعتبر ان احنا سردنا الأدلة حتى أقصر لك المسألة شوية. يعني انقض لنا الأدلة التي تعرفها أنت من دين أهل السنة والجماعة، التي يدندنون بها حول عدالة الصحابة. فانت عارف المسألة عشان نقصرها يا سيد، واخد بال حضرتك؟ اتفضل قول لي، هل الصحابة مش عدول من القرآن ومن السنة ومن كلام علي بن ابي طالب؟ وقول لي والله 1 2 3 4. عموما انا اذكر ليك اكتر من دليل يعني. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية تكفي
لكن أزيد حضرتك قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. شاف الله يأمر الذين اتبعوهم بأن يؤمنوا بالإيمان الذي آمن به السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فقال الله تبارك وتعالى ثناء وتعديلا لهؤلاء الناس، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. اتبعوا من؟ أليست هذه عدالة؟ أليست هذه الآية شهادة من الله تبارك وتعالى بإيمان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، بدلالة أن الله يقول: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شايف؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد رضي الله عدالة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. من الذي علم ما في قلوبهم؟ الله سبحانه وتعالى. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله: أولئك هم الصادقون. شوف التعديل: أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يأمر الله تبارك وتعالى الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار بأن يترحموا ويترضوا عنهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيه؟ بالكفر ولا بالنفاق ولا إيه؟ الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آيات كثيرة جدا تثني على الصحابة. الله من فوق 7 سماوات يختار هؤلاء لصحبة النبي ونصرة دينه، وأنت تطعن فيهم. خلينا الأول في الكتاب ثم بعد ذلك ننتقل من السنة. وحتى لا أطيل عليك ذكرت لك 4 آيات أو 4 مجموعة من الآيات تثني أو يثني الله تبارك وتعالى ويثمن إيمان هؤلاء، بل ويطلب من الذين جاءوا من بعدهم أن يقتدوا بهم، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. تفضل يا سيد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أول كلمة قلتها أو عبارة ذكرتها أن الأصل في الصحابة العدالة. أخي الكريم، لو قرأت ما كتبه أهل السنة في هذه القضية ما تلفش وتدور. أنا مش جاري إلا القرآن، احنا اتفقنا كده. هتشتغل يبقى انت عايز تهرب. قول لي القرآن طعن في الصحابة وقال مش عدول فين. اتفضل خد المايك معاك، بلاش خيبة. احنا قلنا القرآن وقلنا السنة وقلنا كلام علي بن أبي طالب. هات لنا من القرآن ما ينقض هذا الكلام. هو انتوا يعني لما تخيبوا تبدأوا تطفشوا وتهرب؟ احنا اتفقنا يا اخوة وانت قلت ممتاز. قلنا القرآن والسنة وكلام علي بن أبي طالب او اهل البيت. مش ده اللي قلناه يعني؟ اتفضل، مالكش دعوة باهل السنة ولا لك دعوة باي حد خالص خالص. هات ما عندك انت. قل لنا اين طعن القرآن في اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اتفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أنت طرحت كل ما لديك بكل أريحية، من حقي أرد على كل كلامك وسأرد. هل أنا ذكرت يا سيد أي شيء خارج القرآن؟ نحن هناخدها واحدة واحدة يا سيد، هناخدها واحدة واحدة. القرآن الأول هل عد للصحابة وأثنى عليهم وأمرنا باتباعهم مهاجرين كانوا أو أنصار ولا لا؟ خد المايك واتكلم. أريحية إيه؟ أنا ذكرت قال الله، قلت لك قال الله، هات لي برضو قال الله، وبعد كده ننجل على الأحاديث، وبعد الأحاديث ننجل على كلام علي بن أبي طالب في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تبدأ من عندياتك وكلام إنشائي وتقول لأهل السنة وعملوا والكلام ده كله، أنا ماليش دعوة بأي حد، أنا قرآن سنة أهل البيت. لكن عايز تتكلم من عندياتك وكلام إنشائي وكلام كده، أنا ما يلزمنيش، أعرف إنك هربت على طول يعني. خد القرآن قول لي هل القرآن عدى للصحابة ولا ما عدى لهم شيء؟ اتفضل خد المايك مع حضرتك. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إذا لم أعطى فرصتي كاملة للكلام فأنا أخرج من هذا الحوار. تمام؟ أولا ذكرت مغالطات لا بد من التنبيه والرد عليها قبل أن نخوض في الآيات. قلت أن الأصل في الصحابة العدالة، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لكش دعوة بابن تيمية ولا لك دعوة بابن حد. أصل ابن تيمية ده سني، ابن تيمية ده سني، عمره ما هيطعن في الصحابة، لكن فهمك انت غلط، طفش، هرب. خدوا بالكم يا إخوة، ما يقدروش والله، والله لا يستطيعوا الصمود أمام كتاب الله عز وجل، لا يستطيعوا الصمود أمام بص يا إخوة، احنا طرحنا المسألة بكل أريحية، قلنا واشترطت في البداية وافقني وقال لي ممتاز على السبورة يعني. اتفقنا على أن يكون الحوار منين يا إخوة؟ من القرآن ومن السنة ومن كلام أهل البيت. مش هو ده كده يا إخوة الحوار يعني؟ مش ده احنا بدأنا الحوار كده. هذا كان شرطي معه وقبل الشرط ووافق عليه واستحسنه وقال ممتاز. فطرحت أنا ما عندي في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت له الآيات: لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون للفقراء المهاجرين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قرآن بيث محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هو ده الكلام. كنت أنا برضو عايز آيات تقول لك لا، الله يشتم الصحابة، الله يطعن في الصحابة، مش هيلاقي. فهو بقى بيجنح ليه؟ قال ابن تيمية الكلام ده. هو ابن تيمية ده سني؟ ابن تيمية هيشتم أصحاب النبي ولا يقول الصحابة مش عدول يا إخوة؟ هل ابن تيمية طرح في أي كتاب من كتبه كده إن الصحابة مش عدول؟ مسألة عبط. انت هتعرفنا ابن تيمية السني وابن تيمية كان بيطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ده كل كلام ابن تيمية. وبعدين احنا ما اتفقناش على ابن تيمية ولا اتفقنا على اي حد، نحن اتفقنا على ان يكون الحوار فيما بيننا من الكتاب ومن السنة ومن كلام علي بن ابي طالب او اي واحد من اهل البيت يعني. انا كنت عايز اجلب المعادلة الاول، اقول له اتفضل خد هات لنا من كلام علي بن ابي طالب انه طعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صح يا اخوة؟ ما هيجيبش ولا هيقدر يجيب. هل علي بن ابي طالب، طب ده سؤال مطروح لكل اللي في الغرفة سنة وشيعة، هل علي بن ابي طالب في كلامه طعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا مدحهم؟ مين اللي قال يعني على اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا طارق 18 حضرتك انا يعني اتفقنا على شيء، هذا الشيء هو الكتاب. هل انا اخطأت في طرحي يا طارق؟ انت معنا؟ طب معنا علي 20-10. يا انا اعطيه فرصة خارج الحوار يا جماعة، احنا في التزام في الطرح،
انت كنت حاضر من الاول يا طارق؟ حضرتك كنت حاضر من الاول؟ حضرت من اول ما اتفقنا على الحوار ولا ما؟ يعني لا حضرت يعني من اول ما اتفقت انا وهو على ان يكون الحوار فيما بيننا. ماشي مفيش مشكلة يا مكي، ماشي. كلهم كده، كلهم بيهربوا. شرط الحوار هو: هل القرآن عدل اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا طعن فيهم؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل اصحابه ولا طعن فيهم؟ هل اهل البيت طعنوا في اصحاب النبي ولا عدلوهم؟ هو ده كان المسألة. والسؤال مطروح برضو على اي واحد شيعي موجود معنا في الغرفة. حد عنده استعداد؟ لا، يقول ما يقول. لو احنا فاتحينها يا طارق، لو الحوار مفتوح اوبن كده يعني براحته كل واحد يتكلم، لا، نحن اشترطنا والمسلمون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسلمون عند شروطهم. نحن اشترطنا ان يكون الحوار من القرآن ومن السنة، مش من كلامي بقى ولا من عندياتي، لا، من الكتاب والسنة، عشان نقصر المسألة. انت خدتوا بالكم؟ وبعدين انا عايز اقول حاجة بعيد عن الحوار يكونوا هرب او حاجة زي كده يعني. عايز اقول حاجة يعني: هل الله يختار لنصرة نبيه ناس مش معدلين يا اخوة؟ ده الله عدل اصحاب محمد في التوراة والانجيل، ولا حد فاهم حاجة. الله عدل اصحاب محمد قبل ان يخلقوا وقبل ان يأتوا الى الدنيا، عدلهم في التوراة وفي الانجيل. انتوا فاهمين حاجة يا اخوة ولا مش فاهمين؟ واضحة المسألة حداكوا؟ يعني رب العزة عدل اصحاب النبي في التوراة والانجيل لما قال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. لا، محمد والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم فين يا اخوة؟ ذلك مثلهم فين؟ في التوراة، صح؟ ذلك مثلهم في التوراة. طب وكان اصحاب محمد ولدوا؟ الله، كان اصحاب محمد ولدوا خلقوا يجوا العالم لسه ايام موسى. ومثلهم في الانجيل كزرع، الآية. هم كان اصحاب محمد خلقوا ايام موسى وايام عيسى؟ ده رب العزة بيعدلهم. عدل الله اصحاب رسوله في التوراة قبل ان يخلق الصحابة، وفي الانجيل قبل ان يخلق الصحابة ويبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المرض اللي في قلوب المشركين الكفرة الشيعة الأندال يطعنون في خير من مشى على الأرض بعد النبيين، أبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقلة هذا الدين الذين حاربوا مع الرسول، آووه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. مش دي أوصاف القرآن اللي وصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ واتبعوا النور الذي أنزل معه. انت تطعنوا في الصحابة يا أوساخ يا أندال، تطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده أنا لو طعنت في أصحاب الخميني هتشتموني، لو طعنت في أصحاب الخامنئي هتشتموني، لو طعنا في أصحاب السيستاني هتشتموني، فما بالكم أصحاب رسول الله اللي شافوه، ناس شافت بعينها النبي محمد وطلعوا في الحروب معاه، وناس ماتت وناس رجعت وناس افتدوا بأنفسهم.
واكل معهم وشرب معهم وسافر معهم وصلوا وراه. ده واحد بيسأل واحد من تابع التابعين بيقول له عمر بن عبد العزيز افضل ولا معاوية بن ابي سفيان؟ احنا شايفين عدل عمر بن عبد العزيز حاجة يعني ايه يضرب به المثل، حتى الشيعة بيحبوه مع انه اموي. ليه؟ من العدل، من عدله. فبيقولوا له مين افضل، معاوية بن ابي سفيان ولا عمر بن عبد العزيز؟ كان رده ايه يا اخو؟ معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز تابعي. يرد يا سلام على الرد كده، يقول لغبار في منخري معاوية افضل من ملء الارض من مثل عمر بن عبد العزيز. وضحت؟ غبار، عارف الغبر اللي بتعمل حتة عجينة صغيرة كده احيانا انت تطلعها من مناخيرك؟ لغبار في منخري معاوية بن ابي سفيان خير من ملء الارض مثل عمر بن عبد العزيز. ذاك رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده واحد، هل يستوي اللي صاحب النبي، صاحب النبي، وبعدين يجيب حتة كده صغيرة يقول لك هذا رجل صلى خلف رسول الله وقال رسول الله سمع الله لمن حمده فقال ربنا ولك الحمد. شوف المنقبة، منقبة يعني في دماغك وفي دماغي حاجة بسيطة، يعني سمع الله لمن حمده. مين اللي بيقول كده؟ النبي. يعني الذي يقول ربنا لك الحمد النبي محمد قال الله يسمعه، فكأن الله سمع لمعاوية بن أبي سفيان عندما قال ربنا لك الحمد. دي تبقى منقبة ليك يا معاوية. مين اللي قال الكلام ده؟ منقبة عظيمة. النبي يقول سمع الله لمن حمده، معاوية يقول ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد. غبار جايين تطعنوا بقى في ابو بكر وعمر وكل الصحابة وتقولوا مش معدلين، وعايزنا اسيبه يتكلم ويطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الشرط ويغمز ويلمز ويطلع وينزل والكلام ده؟ لا، دي اوسخ جزمة على حنكه. ده انا كان نفسي يفضل هو وكنت يعني هعرفه قيمته صح. ايه ده؟ اصحاب النبي محمد ايه اللي فاضل؟ طيب ايه اللي باقي يعني؟ لا غرابة لانهم طعنوا في القرآن، قالوا محرف ومغير ومبدل، زيد فيه ونقص منه. لا غرابة انهم طعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عائشة رضي الله عنها وارضاها. لا غرابة انهم طعنوا في اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صح يا اخو؟ اذا كان طعنوا في القرآن وطعنوا في عرض النبي، الصحابة هيبقى لهم قيمة يعني؟ طب امال مين اللي يبقى كويس يا اخو؟ اذا كان الصحابة دول مش معدلين ووحشين، فضل مين من الاسلام يعني؟ ماذا بقي لهذا الدين؟ مين اللي بقى حلو؟ طيب اهل البيت على العين وعلى الراس، حلوين ممتازين جدا، بس هل اهل البيت دول هم بس اللي صحبوا النبي؟ كانوا هم المهاجرين والانصار؟ يعني كان اهل البيت هم دول هم دول اللي طلعوا معاه في الحروب؟ يعني النبي لما راح بدر خد اهل البيت بس؟ لما راح احد خد اهل البيت بس؟ هم اللي فتحوا البلاد والعباد اهل البيت بس كله؟ طب ودول ما عملوش حاجة خالص؟ دول كانوا معمولين للطعن فيهم وخلاص؟ يعني الصحابة دول قيمتهم عندكم ان احنا نجعلهم غرض ونشتمهم ونطعن فيهم؟ هم دول اصحاب النبي بس؟ مش خدنا منهم الا يعني ربنا خلقهم عشان تطعنوا فيهم وما عملوش حاجة للاسلام ولا دين الله عز وجل؟ ما تردوا علينا. يعني ربنا قال محمد رسول الله عشان نطعن فيهم؟ والذين معه هم دول كان اهل البيت بس؟
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. 1400 واحد دول كان كلهم من أهل البيت اللي علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. هم دول كان أهل البيت بس ولا كانوا أصحاب النبي محمد؟ انتوا بتفهموا ازاي؟ يخرب بيت أبوكوا، خراب ما يعمر، مجرمين كفرة. انتوا فاهمين الدين ازاي؟ يعني عايزين نفهمه زيكوا كده، عرفونا نفهم الدين ازاي. طيب يا عمي والله لما يبقى اسلوبي كده دفاعا عن الصحابة وعن امهات المؤمنين وعلى القرآن يبقى اجمل اسلوب. لكن الاسلوب الوسخ بقى والقذارة اما حد يجي يطعن في اصحاب النبي وانت تبقى قاعد اديله فرصة ومش اديله فرصة، ولا تغار على عرض رسول الله، تبقى انت زيه بالضبط، ولا تغار على اصحاب النبي صلى الله عليه وآله. ودي قالوا كلام ده بالجزم على حنكه، زي ما رب العزة قال في القرآن: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اسلوب ايه؟ انت جاي تاخد عليا اسلوبي انا وتاخدك دقرارة اهلك عليهم وتحنوا عليهم، واللي بيطعن واديله فرصة وخليه يتكلم وسيبه. اسلوبك مش عارف ايه، باسلوبك اسلوب مين؟ اسلوب مين يالا؟ اسلوب مين يا ابني؟ اي رفق مع مين؟ ده يتقطع رقبته، ده يتشر رقبته عن جسمه. رفق ايه؟ رفق ايه؟ طب ما انا اتكلمت معاه اكتر من مرة وقلت له شرط معاك القرآن والسنة. طارق انت عندك ما تحاورني انت في الكلام ده؟ انت سني ولا شيعي؟ انت مش عايز نغضب لاصحاب النبي يا ابني؟ انت مش عايزني اغضب لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجي هلفوت جربوع زي ده يقعد يغمز ويلمز ويقول لك ابن تيمية ويقول لك طب انت يا طارق ابن تيمية نفسه بيطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا طارق يا مسلم، بلاش يا شيعي او يا سني، يا طارق يا مسلم زي ما انت بتقول، هل ابن تيمية طعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما ترد علينا يا عم. اسمعني بس، خلينا خلاص نقطة ومن اول السطر. انا بسألك انت يا طارق، ده كغار في 60 داهية. انا بسأل حضرتك انت، الرجل لم يقل ذلك؟ طب ايه رأيك يا طارق انت في اصحاب النبي؟ ايه رأيك انت في اصحاب النبي؟ معدلين عندك ولا وحشين؟ الاصحاب باي معنى؟ طب خد انت المايك عرفني باي معنى، مش واخد بالي. اتفضل يا استاذ طارق، المايك مع حضرتك. شو بقول لك يا استاذ طارق وحضرتك؟ اتفضل خد المايك مع حضرتك. لا تملك مايك. تعرف يا طارق الكلمة اللي انت بتقولها دي بأي معنى هذه؟ انت خدت بالك؟ برضو انت الوش التاني من سيد ابو رشفة اللي مشي ده. انت الوش التاني ليه على طول؟ اصل التمريض والكلام بعدم وضوح. هو احنا لما بنقول الصحابة نقصد مين؟ نقصد عبد الله بن ابي بن سلول؟ بنقصد المنافقين اللي كانوا معروفين ولا بنقصد مين؟ ها؟ يعني احنا بنقول الصحابة نقصد مين يا طارق؟ نقصد مين بكلمة الصحابي يعني؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على إيمان. هو ده الصحابي، رأى النبي وآمن به ومات على هذا الإيمان. هو ده الصحابي اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مصعب بن عمير وكل الناس دي. هم دول اللي احنا بنقصدهم. كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على إيمان. عندك اعتراض على الكلام ده؟ شفت الفيديو يا عماد اللي انا بعته لك؟ عندك اعتراض؟ طب ايه هو الاعتراض يا استاذ
ايه هو الاعتراض اللي عند حضرتك؟ ايه هو الاعتراض على التعريف ده؟ واحد شاف النبي وآمن به ومات على ايمان، في مشكلة في كده؟ ما ينفعش ده يبقى صحابي وانت ما شفتش النبي وآمنت به وتموت على ايمان، فانت ما شفتش وآمنت بالنبي وهتموت على هذا الايمان، انت كده معدل وايمانك مقبول، بس انت رب العزة ما زككش، ما تكلمش فيك انت بعينك، لكن قال عليك والذين جاءوا من بعدهم، وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وقال يعني والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم، فأنت لو اتبعت المهاجرين والأنصار في إيمانهم فأنت برضو مهتدي. من بعد المهاجرين والأنصار يا حبيبي؟ مش واخد بالي يعني بعدهم في ايه يعني؟ لا لسه يا عماد، لأن أنا خدت الإدارة وما تعملتش كده. اللي بعد المهاجرين والأنصار، زمن المهاجرين والأنصار راح إلى التابعين، ماشي، وبعد التابعين إجا جيل اسمه تابع التابعين، اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيهم خير القرون قرني، شو كله بالأدلة مش بالهوى، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. روح نام ابو قتادة. من الصحابة من ليسوا من المهاجرين والأنصار، مفيش مشكلة خالص. بمعنى ايه يعني؟ عشان نبقى احنا فاهمين يعني. ايوه في مهاجرين وفي انصار وفي مسلمة الفتح. هل مسلمة الفتح دول ما ينطبقش عليهم تعريف الصحابي؟ هل الصحابي بس هو المهاجر والأنصاري وفقط؟ في ناس ما هجروش وفي فتح مكة أسلموا، وناس أسلموا بعد كده وشافوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وناس كانت تأتي من قبائل شتى وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وشافوا النبي وماتوا على إيمان وثبتوا على ما هم عليه. يسمى صحابي ولا لا يسمى صحابي؟ يعني الاستدلال بالآية في غير محله. احنا بنتكلم على الآية ولا بنتكلم على تعريف الصحابي؟ يعني انت عايز نتكلم على الآية ولا بنتكلم على تعريف الصحابي؟ ايهما تحب نناقشه؟ هل عندك اعتراض على تعريف؟ لا 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 لا، انا اسألك، عندك اعتراض على تعريف الصحابي سواء من المهاجرين والأنصار او من غير المهاجرين والأنصار؟ في مشكلة؟ يعني ما كانش ينفع صحابي الا اذا كان مش عنده مايك. بقول لك ما عنديش مايك يعني، هو تكستاوي يعني، مسستن يعني. ليه نطرده ليه يا عمي؟ ليه 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 نطرده ليه يعني؟ ابو قتادة، ابو قتادة ممكن اطردك، انت مشرف ممكن اطردك. الراجل بيتكلم بأدب واحنا اهلا وسهلا بيه يعني. اذا وصلنا الى مرحلة من التجاوز خلاص، طالما بيتكلم معانا بكل اريحية، بس كنا عايزين معاه مايك. طب معانا ضيف يا جماعة عنده مايك؟ معانا ضيف. شوفوا سيد المساوي يا اخوة، او اسمه سيد ابو ايه؟ اسمه سيد ابو ايه اللي مشي ده؟ اسمه ايه؟ سيد بطاطا؟ والله يا عبد الله انك راجل محترم. سيد مازن. طيب يا عبد الله ماشي. سيد مازن يا اخوة، لو هو اصلا التزم بشروط الحوار، مش كان اهو؟ انت عارف هو طلع ليه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو طلع ليه يا اخوة؟ طلع عشان هو تحجج في مسألة لما لقى الامور ضاقت عليه والايات نزلت، فتحجج بالتنقيط وبانك مش عارف ايه كده، وراح سايب الغرفة وطلع. خليه يخش تاني كده واشوفه، خليه يخش تاني هنا واشوفه، هقطع له ايده من الكتابة والمايك.
ليه بقى احبش الراجل العيل ده او الراجل الدلدل او الراجل الدنف ده؟ ما ينفعش في حوار.